تعرفي مين اخترع غسالة الأطباق؟ أكيد مش راجل، لازم يكون حد عاش التجربة والمعاناة من غسيل المواعين. جوزفين كوكران هي مخترعة غسالة الأطباق. جوزفين كانت ست غنية وعايشة في أمريكا، وكانت دايماً بتشتري الأطباق بتاعتها أنواع غالية وأشكال حلوة وألوان كتير، وكانت بتزعل قوي عشان الناس اللي عندها في البيت كانوا دايماً بيكسروا الأطباق، وهي كانت تعز قوي الأطباق بتاعتها. عشان كده قررت إن هي اللي هتقوم بغسيل الأطباق دي. بس من كتر ما غسلت الأطباق ابتدت تتخنق وتحس إن الموضوع رخم وصعب، وهو فعلا رخم وصعب. عشان كده قررت إنها تخترع غسالة الأطباق. بس وهي شغالة على الاختراع جوزها مات وساب لها ديون كتير. الموضوع ده حمسها أكتر إنها تخلص الاختراع، وفعلا ابتدت تنفذ الاختراع وابتكرت تصميم لضخ المية بشكل قوي عشان ينظف الأطباق. وفي سنة 1886 عملت براءة اختراع التصميم، وابتدت تصنع كمان لأصحابها وعيلتها والدايرة القريبة منها. وبعد فترة صغيرة سددت كل الديون اللي عليها. بس جوزفين ما اكتفتش بكده، أسست شركة كبيرة عشان تنتج غسالات الأطباق وتنزل السوق. الشركة بتاعتها موجودة لحد دلوقتي، وهي شركة كيتشنيد العالمية، وابتدت تعمل إعلانات وتعاقدت مع مطاعم وفنادق كتير. وفي سنة 1893 فازت بجائزة في معرض شيكاغو العالمي، وبكده حققت أرباح ونظفت الأطباق بتاعتها من غير مساعدة حد. فلو عندك غسالة أطباق ادعي لجوزفين عشان هي السبب، ولو ما عندكيش ادعي إن يبقى عندك غسالة أطباق. وطبعا ما تنسيش تتابعيني أنا هند رائد في بطلة الحكاية.